بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حدث ليلة أمس في ساحة الاعتصام حالة فريدة من نوعها. البارحة مع الضياء الأخير كانت تجاوزات كبيرة من قبل المعتصمين المسمين بالمعتصمين في ساحة الاعتصام على قوات الأمن. تم تهديد 3 سيطرات القريبة من ساحة الاعتصام من قبل المسلحين. المرحلة الأولى هجموا على إحدى السيطرات وجرحوا ملازم أول واستشهد بالحال، والثانية هجموا على سيطرة أخرى مرابطة للشرطة وأشعلوا النار في عجلة الشرطة. السيطرة الأخرى حرقوا خيم للمرابطة للشرطة، وأيضا صار تجاوز على أفراد الشرطة. الرمي حدث ولا من ساحة الاعتصام وكل القرى المحيطة في ساحة الاعتصام، حتى جرحت طفلة عمرها عصورة 8 سنوات في المناطق القريبة من ساحة الاعتصام. لم تجرى أي عمليات عسكرية بالقرب من ساحة الاعتصام، الأمور كما هي عليها، واستمرت هذه الحالة وصارت تداخلات من قبلي مع محافظ الأنبار وتداخلات من قبل معالي وزير الدفاع حول هذا التصعيد من قبل ساحة الاعتصام، وما هو هذا التصعيد وأسباب هذا التصعيد، ناهيك عن ما حدث في مدينة الرمادي من تكبير الليل كله. التكبير ما نعرف الغاية منه وشنو المقصود من هذا التكبير من قبل كل جوامع المدينة. حالة الاعتقال التي حدثت، احنا لدينا مذكرتي قبض، مذكرة قبض بحق علي اللي هو شقيق أحمد العلواني، ومذكرة قبض بحق أحمد العلواني. القوة اللي ذهبت على ضوء معلومات عن تواجد علي اللي هو شقيق أحمد العلواني في بيت أحمد العلواني، أو بيته كان متجاور أتصور إلى بيت النائب أحمد العلواني، والقوة خرجت لهذه الغاية أن تلقي القبض على علي وليس على أحمد العلواني، بالرغم من عندنا مذكرة على أحمد العلواني، لكن حال وصول القوة وتطويقها للمنطقة ودخلت القوة، فرأسا صارت منادات في المنطقة، هجمت الميليشيات. فرأسا آمر القوة قال لهم احنا مو ميليشيات، وهذا الكلام موجه إلى أحمد العلواني، قال له احنا مو ميليشيات، احنا الجيش العراقي واحنا عراقيين وليس ميليشيات. الكلام موجه من آمر القوة شخصيا إلى أحمد العلواني. بالحال بالمقابل أول الناس اللي فتحوا النار على القوة هو حماية أحمد العلواني وعلي اللي هو أخوه أحمد العلواني، وانجرح 2 من الجنود، وواحدهم أو الثالث كانت إصابته بليغة من قبل علي اللي هو شقيق أحمد العلواني، فهو كان المستهدف وهو معروف بالنسبة إلى القوة. فحال فتح النار على القوة تم الرد عليه بالمثل، وأيضا انجرح في بداية الأمر، انجرح وبعدين توفى لأن كان جرحه بليغ، وأيضا الجريح اللي هو ضربه استشهد بالحال بالنسبة إلى الجندي. رأسا القوة كانت ضمن البيت وتعاملت ويا أحمد العلواني وجابوه إلى تم إلقاء القبض عليه